بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بمتابعيني الحلوين، انا فادي قاسم ودي قناتي. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسانيش في الاشتراك واللايك والشير. تعالوا نشوفوا النهارده الزلابيه بتتعمل ازاي بالبطاطس المسلوقه وشويه دقيق، تطلع لك احلى زلابيه ممكن تعمليها، مقرمشه من بره وطريه من جوه زي بتاعه الحلواني بالظبط. هنعملها بالسكر الناعم وبعدين هنعملها بالعسل زي ما انتم شايفين كده، وبالشوكولاته لو بتحبوها. تعالوا نشوفوها هتتعمل ازاي ومقاديرها بالظبط. انا جايبه هنا بطاطسايه كده متوسطه، بطاطسايه كبيره شويه. هتقشريها كده كلها، وبعد ما تقشريها وتغسليها تقطعيها مكعبات. هنقطع البطاطسايه بتاعتنا كده مكعبات وتحطيها في الكسرولة بتاعتك، وتحطي لها شويه ميه على النار لغايه ما تغلي كده وتستلق معاكي سلقه حلوه كده محترمه. وبعدين تنشيليها من الميه وتهرسيها بالهراسه. هنهرسها بالهراسه كويس جدا، ويا ريت لو عندك مصفى تصفيها كده، انا عايزاها ناعمه خالص عشان ما تبقاش مكلكعه. مع دقيق، معايا كوبايتين دقيق زي ما انتم شايفين كده، كوبايتين دقيق ومعلقتين سكر كبار، ومعلقه خميره فوريه، ومعلقتين كاستر او نشا، وكمان نص معلقه فانيليا، وكمان ربع معلقه ملح او طرف معلقه ملح. هنقلب الحاجات الجافه كلها مع بعض كده، وبعدين هنبدا نحط الزيت بتاعنا، حوالي معلقتين زيت وكوبايه ميه، وشويه شويه بقى نحط الميه بتاعتنا. انا حطيت كوبايه ميه وهنشوف هتحتاج ميه تاني ولا لا. انا عايزه هنا العجينه ما تبقاش لا طريه قوي ولا تقيله قوي، يعني مش عايزاها زي العيش، مش عايزاها خفيفه زي الكيكه، لا الوسط بين العيش وبين الكيكه. هنشوف دلوقتي هتبقى ازاي. شويه شويه كده هنحط معلقه ميه تاني كده، مش هنحط الميه كلها، معلقه ميه تاني، وهنشوف برضو السمك بتاع العجينه بتاعنا. شايفين القوام بتاعها؟ انا مش عايزاه القوام خفيف، عايزاه زي ما بقول لكم متوسط. شايفينه في ايديا ازاي؟ لا هو زي العيش ولا هو زي الكيكه، تقيل كده. وزي ما انتوا شايفين كده انا كده بقى مظبوط، مش محتاج مني ميه تاني خالص. تضربيه كده بايديكي على قد ما تقدري، تضربيه كويس جدا. اهي الميه فاضت مني، ما احتجتلهاش. وبعدين هنجيب بقى حاجه ونغطيها. دي المصفى اللي بقول لكم عليها، اللي يا ريت تصفوا بيها البطاطسايه عشان ما تتعبكمش. هنغطي بقى العجينه بتاعتنا كده بفوطه كده، ونحطها في مكان دافي قد نص ساعه. بعد ما تخمر بقى تشوفيها خمرت ازاي. وكمان العجينه بعد ما بتخمر بتلاقي العجينه طرت معاكي شويه. يعني انت لما بتعملي حسابك ان العجينه لما بتخمر بتطرى معاكي. شايفين ليها عرق ازاي؟ هنلم كده العجينة بايدينا ونشيل اي خميرة اتكونت فيها. وبعدين جايبة انا كيس حلواني، كيس الحلواني العادي بتاع الكريم شانتيه، او كيس عادي ممكن لو ما عندكيش كيس الحلواني، وتملي الكيس كده اهو. بس كيس الحلواني بيبقى سهل جدا عن الكيس العادي زي ما انت شايفة كده. وهتجيبي الزيت حاميه جدا، تسخنيه كويس جدا، وتقطعي كيس الحلواني وبالمقص كده، مش هتوسخي اي حاجة، بالمقص كده تقطعي العجينة بتاعتك. هتبصي تلاقي العجينة الزلابية طلعت كلها بمقاس واحد. شايفين؟ مقاس واحد، هتلاقيها بمقاس واحد وشكل واحد زي بالظبط زي اللي بتجيبيها من الحلواني. في منتهى السهولة، ما بتوسخيش ايديكي، ما بتوسخيش معاه لا بمعلقة ولا بأي حاجة، ولا توسخي البوتاجاز بتاعك. في منتهى السهولة بتعملي أكبر كمية في دقايق معدودة. هتوطي كده شوية على النار شوية عشان ما تحرقش منك، وتقلبيها بالمصفى بتاعتك زي ما انت شايفة كده. هتقلبيها كويس جدا، وهتشيليها من الزيت بتاعها وهي لسه ما احمرتش قوي، يعني وسط، تبقاش لونها، ما تسيبهاش لغايه ما تحمر خالص، لا وسط كده وتشيليها. تعملي برضو الكميه التانية زي ما انتم شايفين كده في منتهى السهوله، تاخدش معاكي وقت وتستخلكيش لا بوتاجاز ولا اي حاجه، ولا مواعين ولا اي حاجه. دي اسهل طريقه ممكن تعملي بيها الزلابيه. شايفين السرعة؟ بالمقص كده منتهى السرعة، وبيطلع مقاس واحد ولون واحد، بيطلع جميل جدا. زي ما بقول لكم البطاطس بتخلي الزلابية مقرمشة وفي منتهى الروعة. تقلبيها كده بسرعة كده، ما تخليش الزيت يحمى عليها عشان ما تلونش منك.
وتشيليها كده وتشيليها وتحطيها على وتحطيها في الصينيه بتاعتك. بس اهم حاجه ما يبقاش على بعض، زي ما انت شايفه كده انا حطاهم جنب بعض، مفيش واحده على واحده، عشان تفضل زي ما هي مقرمشه كده ومحتفظه بالخرفشه بتاعتها. تبرد شويه قد ربع ساعه كده، وتبداي تسخني الزيت تاني من اول وجديد كده، تسخنيه تسخنيه جامد، وتحطي بقى الزلابيه بتاعتك شويه شويه. هتبصي تلاقي في دقايق الزلابيه اتلونت للون الذهبي الجميل اللي انتي بتجيبيه من عند الراجل، بتبقي مستغربه اللون ده طلعه ازاي. هتشوفوا معايا خطوه بخطوه اللون اتحول ازاي، الزلابيه اتحولت ازاي للون الذهبي الجميل. شايفين لونها بيبقى لونها خطير كده، وزي ما بقول لكم بتبقى مقرمشه من بره وطريه من جوه، شرب العسل بتاعها بتبقى جميله جدا. شايفين لونها؟ شايفين فرقها بينها وبين الاولانيين اللي طلعتهم الاولانيين ده. علشان تطلعي لون حلو ومش شاربه زيت لازم تعملي الخطوه دي، الخطوه الاولانيه دي ان تطلعيها فاتحه، وبعد كده شايفين اللون، وبعدين تضيفيهم تاني في نار حاميه في زيت حامي، هيطلع لك اللون اللي انت شايفاه. زي ما بقولك عايزة السرعة، والسرعة مش هتيجي غير بالإمكانيات اللي بقولك عليها. كيس مش هيخليكي تحتاسي كده، ولا يطلع لك واحدة شكل أرنب واحدة شكل معرفش ايه، لا هتلاقيهم شكل واحد وحجم واحد ولون واحد. شايفين؟ تحطيهم كده، وبعد كده بقى بتحطي السكر لو بتحبيه بالسكر، تحطيه بالشوكولاتة، الشوكولاتة الملونة، شوكولاتة بيضة، شوكولاتة دارك، او العسل، بتطلع في منتهى الجمال. يا ريت اللي عجبه الفيديو ما تنسنيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد. اسيبكم في رعاية الله وحفظه. كانت معاكم فادي قاسم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.